كان سامي فتى طيب القلب يسعى لنشر الخير وحسن الظن. ذات يوم رأى سامي جاره مروان غاضبا فتساءلوا عن السبب. توجه سامي إلى مروان وسأله بلطف: هل يمكنني مساعدتك؟ ابتسم مروان قليلا وقال: شكرا سامي، إنه يوم صعب فقط. قرر سامي أن يهدي مروان نبتة صغيرة لتعبر عن حبه. شكر مروان سامي وقال: لم أكن أدرك جمال روحك النقية. تعلم سامي درسا قيما: حسن الظن يعزز العلاقات بين الناس. في المدرسة تحدث سامي عن أهمية حسن الظن مع أصدقائه. بدأ الجميع في التحلي بحسن الظن وتغيرت أجواء الفصل للأفضل. كان اللطف والإيجابية ينتشران بين الطلاب مثل النور في الظلام. كلما واجه سامي موقفا صعبا كان يتذكر حسن الظن. أصبح سامي مثالا يحتذى به في مدرسته وفي الحي. علم سامي أصدقائه أن النقاش أفضل من الحكم المسبق. بفضل روحه الطيبة أصبح سامي محبوبا ومحترما بين الجميع. كان سامي يؤمن دائما أن لكل شخص قصة تستحق الفهم. بانتشار حسن الظن عاش الحي في وئام وسعادة دائمة.